مع انيستا. ايوه اجواب مباراة لا تحتاج الى مقدمات. ريال مدريد المنتشي بالسوبر الاوروبي، ريال مدريد المتوج بالموسم الماضي بدوري الابطال، ريال مدريد الذي فاز بالليغا ايضا في الموسم الماضي يبحث عن لقب جديد. اليوم بنافاس في حراسة المرمى، كارفاخال كما جرت العادة، فاران مع راموس ومارسيلو في وسط الملعب، كوفازيتش على حساب الموقوف لوكا مودريتش، بينما هنالك بالتأكيد كازيميرو وأيضا توني كروس. أمامهم إسكو في الهجوم، غاريث بيل وبجانبه كريم بنزيما. فالفيردي أول مباراة رسمية أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، يجد نفسه في هذه الليلة في وجه المدفع، في وجه العاصفة، في وجه زيدان. كيف يمكن أن يتعامل مع الموقف فالفيردي؟ أي ليلة ننتظرها وأي كلاسيكو، ومن سيكون نجم هذه السهرة؟ كل التحايا لكم سيداتي وسادتي عبر قناة اون سبورت، ونرجو للجميع مشاهدة ممتعة في هذه الليلة الكبيرة بالتأكيد من أرضية ملعب كامب نو. ضربة البداية للبارسا، البلوغرانا يلعب ملعبه وبين جماهيره في مباراة الذهاب، خاطئة وإسكو يلعبها تير شتيجن. خطيرة الكرة الأولى من النادي الملكي في وجود زيدان. اسكو يا اسكو يا اسكو يا جماعة، اسكو شوف اسكو ماذا يفعل بالكرة، لمسة المعلم الفنان اسكو لكازيميرو، مجموعة من التمريرات، الاستقرار وما يفعل، أفكار زيدان وما يقدمها بالتأكيد مع ريال مدريد. كرة تصل عند كارفاخال من هنا في أرضية ملعب كامب نو، وأيضا في مباراة الرد في برنابيو. سواريز مع كرة، أول كرة من لويزيتو لكنها عند نافاس في أحضان نافاس. كرة خطيرة جدا لبرشلونة، تمريرة راب يعود مرة أخرى، كرة طويلة خلف المدافعين خطيرة باتجاه غاريث بيل، فرصة لمدريد، أمتيتي تدخل في اللحظة الأخيرة. يا لها من كرة جميلة جدا، اسكو لاعبها باتجاه الله على اللمسة وفيدال داخل منطقة الجزاء بكرة عرضية، واحد على واحد، اسكو يمر، اسكو يعدي، اسكو يلعبها ولكنها في الشباك الجانبي، مرت وفي الأخير إلى ضربة مرمى لبرشلونة. ينبغي أن يحذر برشلونة جيدا من ترك اسكو داخل منطقة الجزاء، يلعبها لدولوفي والبحث عن كرة عرضية تصطدم في الدفاع، يتدخل كارفاخال مطالبة بلمسة يد، كرة خلف زيت شمامة بنزيما، تغطية، تدخل وعودة تدخل من كازيميرو، تدخل من كازيميرو، شوية عنف في جانب كازيميرو يندفع على ليونيل، وبعد ذلك الكرة لمصلحة برشلونة، الخطأ لبرشلونة. كل جماهير كامب نو وقفت وضعت ايدي، يعرف بالاماسن. الان ليو يحاول اختراق الدفاع، ليو امام اكثر من لاعب، تدخل وخطأ يحتسبه الحكم لمصلحة ميسي، خطأ لميسي. تدخل كان في اللقطة الماضية، امر مهم جدا في داخل ليو ان يسجل في الكامب نو، لانه مضى وقت ليس بالسهل على ميسي بدون ان يسجل في هذا الملعب في الكلاسيكو. في الماضي كان لليو دور فيه. ميسي امام هذه الكرة يلعبها، احسنت العارضة وتحولت بعد ذلك الى ضربة مرمى. ليس هو كل شيء، ولا أؤمن بمقولة انه اللاعب كل شيء في الفريق، هي منظومة ككتلة واحدة، لكن ميسي كان اللي يحركها تقريبا. سجل الهدف الاول في الكلاسيكو، محاولة عرضية خطيرة بالراس، عدت. خطيرة جدا الكرة الأخيرة، خطيرة جدا الكرة الأخيرة، وبطاقة صفراء على بيكي، لمسها بيده بيكي. شوفها يحاول مارسيلو أمام أكثر من لاعب، عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، كوفازيتش يلعبها لكازيميرو، كازيميرو يلعب كرة لكنها سهلة، انيستا يلعبها بيني، الله لمسة للبا، يا إلهي الله على الكرة. الكرة تصل مرة أخرى بيني عند سواريز، لويسيتو يحاول مرور، يلعبها الوانتو جميلة، سواريز مر، تغطية في اللعب خطيرة جدا لمصلحة ريال مدريد، اسكو يحاول يمر، يلعبها عرضية، كرة يا إلهي الله على اللمسة، الله على اسكو،
إسكو يا جماعة، إسكو شوف اللي يفعل إسكو في مباراة اليوم. كرة في منتهى الروعة لبيل، خطيرة لريال مدريد، بينية لجاريث بيل خطيرة جدا، وبكيف يتدخل أمام بيل يبعدها بعد ذلك. كرة وانتو جميلة بين سواريز وانيسا، جوردي ألبا عرضية لكنها حالة تراجع مدريد في الدقيقة الأخيرة، يحاول مع كرة عرضية خطيرة بالراس لكنها بعيدة، وفي الأخير إلى ضربة مرمى محاولة جاريث بيل من جانب نعم. هكذا إذا سيداتي وسادتي الشوط الأول ينتهي بهذه الوضعية بتعادل في الكلاسيكو الذي كان في شوطه الأول كثير من الحذر من جانب الفريقين لم يكدي على حضراتكم عبر قناة أون سبورت. في هذا يلعب كرة لكريم بنزيما، إسكو تحرك في الجبهة اليسرى، محاولة فيها تسلل على إسكو، تسلل على إسكو في اللقطة الماضية، التمرير اللي كانت من جانب مارسيلو، وفي الأخير الكرة لمصلحة برشلونة. المدريد يلعبها لليو، خطيرة عند ميسي، مر ولكنها طالت وضاعت من ميسي إلى ضربة مرمى خطيرة جدا عند ليو لكنها عدت، وفي الآن الكرة تصل عند راموس، طويلة داخل منطقة الجزاء، كريم بكرة مارسيلو، إسكو يلعبها لمارسيلو، الميرينجي مع كرة عرضية، كرة هدف الميرينجي، هدف أول لريال مدريد. نعم ميرينجي جميل، عرضية مارسيلو، خطأ من جانب بيكي، يضع الكرة في مرماه، شوف مرة أخرى إسكو وراء كل كرة، مارسيلو عرضية، بيكي يسجل في مرمى فريقه، بيكي وليس غير بيكي، وبالتأكيد بيكي الذي دائما ما يأمل أن يسجل في مرمى ريال مدريد، أن يتألق في الكلاسيكو. خطيرة لريال مدريد، خطيرة داخل منطقة الجزاء، يلعب كرة عرضية وركنية، يا إلهي يا لونا، أو هدف ثاني لريال مدريد. كرة تصل لراكيتيتش، يحاول مع الجهة اليمنى، خطيرة لبارسا داخل منطقة الجزاء، وكرة دولوفيو داخل منطقة الجزاء يلعبها، مستحيلة هذه الكرة يا بارسا، الله على الكرة التي كانت على اعتاب مرمى ريال مدريد، أبت الدخول، رفضت الدخول، كانت قريبة اليوم، شوف من ديلوف أو ترك فراغ كبير في برشلونة. خطيرة عند كريم مع إسكو، خطيرة لكريم بنزيما، مر وكرة لكارفاخال يبعد الدفاع، الله على الكرة، خطيرة جدا لمصلحة ريال مدريد، كارفاخال يساعدها، الميرينجي ينتفض، الميرينجي يهاجم، الريال يلعب كرة، يلعب برشلونة، تغيير سيتم، كريستيانو رونالدو وستن، كريستيانو سيأخذ دورة في هذه المباراة في برنابيو، الكل يحييه ويحبه ويصفق له دائما بالتأكيد. كريستيانو في الكاميرا لبرشلونة، تلعب عرضية، محاولة ولكن راسية خطيرة، يبعدها نواس، خطيرة لمصلحة برشلونة. هذا سواريز، لسه أقول أنه ليس في أفضل حالاته سواريز، الرجاء سريع من لويزيتو، أنا هنا من أجل أن أقدم الكثير للبارسا يا فهد، وستة فقط في برنابيو. الكرة لجاريث بيل، عرضية خطيرة بالراس لكنها بعيد، رونالدو على حدود منطقة الجزاء، كريستيانو يحاول مع كرة، بيكي يتدخل، يبعدها إلى ركنية إلا رونالدو وتركه في مثل هذه الأماكن. عند ليو، في دال يلعبها بينية خطيرة لكن تسلل على سواريز، نعم تسلل في اللقطة الماضية على لويزيتو، تسلل على لويزيتو اللاعب البديل لراكيتيتش، تحرك بجانب جوردي ألبا داخل منطقة الجزاء، عرضية، الكرة تعود مرة أخرى لجوردي ألبا، خطيرة إلى سواريز، لويزيتو داخل منطقة الجزاء بكرة، الله على الكرة الخطيرة، عرضية لكن الإبعاد من جانب كاسيميرو، تسديدة بعيدة من فيت. سيأخذ دورة أسينسيو في مدريد، سيأخذ دورة، اللاعبين عندهم إمكانيات كبيرة جدا. جاريث بيل سيترك مكان البارسا في المرتدات، نعلم دور كبير عند أسينسيو. سيرجي اللاعب القادم، سيرجي روبرتو، الكرة على الجهة اليسرى، دينيس سواريز يحاول، مر
وفي الاخير عوده من جانب ميسي في الجبهه اليسرى داخل منطقه الجزاء. ليو بعرضيه فين يخرج سواريز على الجهه اليمنى، كره ومحاوله داخل منطقه الجزاء. سواريز وراموس وفي الاخير الى ركنيه لمصلحه سواريز. لويزيتو واحد على واحد، جارث بيل يبحث عن كريستيانو بكره بعيدة من كريستيانو، أرادها هدف للتاريخ، أراد هدف يبقى في ذاكرة الكلاسيكو، لكنها جاءت بعيدة وصعبة يا كريستيانو. عند كريستيانو بالكعب جميلة لمدريد، جميلة اسينسيو واسكو وكريستيانو وداخل منطقة الجزاء. تسلل على رونالدو في اللقطة الماضية. هدف يسجل كريستيانو لكن يلغى بداعي التسلل. نعم كريستيانو كان متسلل. حاصر توني كروس، سواريز عدى مر جميله لتنس لمصلحه ليو على حدود منطقه الجزاء، قويه تصطدم في فران، يبعدها كارفاخال، لا زالت خطيره للبرصا. مره سواريز يلعب كره، يا الهي لا تسألوني كيف فات، ما تسهر امام هذه الكره لليو، قويه ونباص. ليوب قويه من ليوب وسواريز ركله جزاء. ماذا؟ نعم ركله جزاء لبرشلونه بعد ضغط رهيب للبرصا، بعد هجوم رهيب للبرصا، يحصل سواريز على ركله جزاء. يعود البرصا من الدراما ويا لها من إثارة، ويا له من انتظار. ليو ونافاس ميسي ونافاس، ليو يعود ميسي وتعود برشلونة. نعم يسجل ليو في مرمى ريال مدريد في الكامب نو من ولكن ليو يعلم جيدا ماذا يفعل. كرة خطيرة، هدف مقابل هدف، وهذه كرة لمصلحة برشلونة مرتدة بجانب ميسي، يحاول بينية وكرة فيها تسلل على سواريز في اللقطة الماضية. يا لها من كرة خطيرة جدا لمصلحة برشلونة، ولكن في الأخير كان في تسلل. شوفها مرة أخرى من ليو، رونالدو على جهة اليسار، رونالدو يحاول، رونالدو يمر، يلعب كرة عرضية سهلة. الكرة الأخيرة على المرتدة، على الانطلاقة، على اللمسة، على إسكو، على التمريرة نحو كريستيانو، خطيرة لريال مدريد، 1 على 1. رونالدو مر، يلعب كرة كالما كريستيانو الكبير في اليوم الكبير. يا له من هدف يا رونالدو، يا لها من ضربة يا رونالدو. تبا لك يا كريستيانو، قلب الصغير لا يتحمل. شوف اللقطة الرائعة، شوف المرتدة، شوف اللمسة من إسكوب والمرتدة السريعة. وين بيكي التغيير القادم، هذا هو الفرق، لأنه البارسا اسينسيو مر، اسينسيو يلعبها بينية خطيرة لكريستيانو، عدى وبعد ذلك طالت عليه، وحكم المباراة إلى ماذا يشير؟ انذار ثاني وطرد لكريستيانو رونالدو. نعم حكم المباراة اعتبر انه تحايل، تمثيل من كريستيانو، يستحق عليه انذار ثاني، وبعد ذلك يطرد في هذه وعودة بعد ذلك بينية لسواريز. لويزيتو يلعبها بعيدة يا سواريز، وفي الأخير إلى ضربة مرمى. ينتظر تحرك جوردي ألبا بالفعل ذكية نحو جوردي، خطيرة جدا لكنها بعيدة على جوردي ألبا، وفي الأخير إلى ضربة مرمى. ميسي اللي يصنع الكرات، لمسة بينية خطيرة داخل منطقة الجزاء. سيرجي يلعب اسينسيو، خطيرة لريال مدريد. اسينسيو يلعب كرة يا إلهي، إلى اسينسيو، بوم، الله
يا ولد، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل؟ ليونيل ميسي يلعبها خلف المدافعين عند سواريز، خطيرة جدا لكنها دينيس سواريز بينية خلصها بعد ذلك كارفاخال، وكارفاخال يأمن عليها. صافرة الحكم تنطلق لتنهي أحداث هذا اللقاء في كامب نو. ينتهي اللقاء، المباراة الرسمية الأولى لفالفيردي بهذه الوضعية، بهدف مقابل هدف واحد في ملعب برشلونة. اليوم ريال مدريد يلعب بفرصة الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف. طبعا خيارات كثيرة لدى النادي الملكي من أجل أن يحقق البطولة العاشرة على مستوى السوبر الإسبانية. بالنسبة لبرشلونة الحديث كان كل البرشلونية، هل أنها ليلة أخرى؟ هل أنها ليلة ريمونتادا؟ هذا هو السؤال الكبير. وفي اليوم الكبير وفي هذا الكم من النجوم وهذا الحضور الغفير وهذه الليلة الكبيرة ومع اسم كبير ومع زيزو ومع أول زيارة لفالفيردي في البرنابيو، كل شيء يدعونا إلى سهرة ممتعة، كل شيء من حولنا يؤكد لنا مباراة كبيرة. كارفاخال، راموس، رافان، مارسيلو، كوفازيتش، توني كروز، لوكا مودريتش مع اسينسيو وكرة لمودريتش. يا إلهي، 0-4. هذا اسينسيو يلعب كرة يا خرافي، اسينسيو يا خرافي. الله على الكرة، الله على اسينسيو، واحدة باليسرى. الله اللقطة، التسديدة جميلة يا ولدي. كروس، الكرة لمصلحة ريال مدريد، عرضية للقائم الثاني تبعد من الدفاع. مارسيلو بعرضية للقائم الثاني خطيرة بالراس، تتزال، تعثر راموس، سواريز مر يلعب كرة. ماسشيرانو طويلة باتجاه سواريز، يلعب كرة لكنها بعيدة، وفي الأخير إلى ضربة مرمى. حلوة اللقطة، حلوة اللمسة من جانب ماسشيرانو، وبعد ذلك لويس سيرجي لميسي داخل منطقة الجزاء وكرة. يا إلهي، كرة تصل إلى جوردي ألبا، يلعبها لجوميز، خطيرة داخل المنطقة، لكن بعد ذلك إلى جوردي ألبا، ميسي داخل منطقة الجزاء، ليو يلعب كرة، يبعدها راموس في اللحظة الأخيرة. اسينسيو، مارسيلو داخل منطقة الجزاء. يا إلهي، يا مدريد، يا مدريد، كرة في كريم وفرصة لريال مدريد، يلعبها لاسينسيو، كرة صادمت يا اسينسيو، خطيرة جدا لمدريد لكنها تحولت إلى هذه الكرة تصل لمصلحة ريال مدريد، عرضية بالراس خطيرة، لكن من غيره القادر على تغيير كل شيء. ليو يلعب الكرة، الإبعاد بعد ذلك لمصلحة برشلونة. الرص خطيرة ريال مدريد، فاسكيز يلعبها، تمر إلى ركنية للميرينجي، خطيرة جدا لمصلحة ريال مدريد، بقدر ما أن برشلونة مطالب بالهجوم من أجل التعويض. لوكاس يحاول، لوكاس بعرضية خطيرة بالراس لكنها تبعد. يا إلهي، الله على الكرة الخطيرة للميرينجي، العرضية باتجاه كريم ولكن مختلف. هذه كرة بينية خطيرة لوكاس يلعبها في القائم، لا زالت خطيرة. لوكاس مرة أخرى يتأخر، يعيدها، تمرير عدى لوكا مودريتش إلى خطيرة، عدى لويزيتو، يبحث عن كرة عرضية، فرصة بالراس، تحضير لكنها توني خاطئة، مشروع مرتدة، يستعيدها لوكاس إلى اسينسيو، مارسيلو على اليسار، مشروع هدف ثاني لريال مدريد، عرضية داخل منطقة الجزاء وكرة ميرينجي جميل. روعة، هدف مدريدي يدرس، هدف
جميل، يا لها من كورة، يا لها من لمسات، يا له من نغم، يا له من طرب في المدرجات، يا له من عرض كبير، يا له من ميرينج اليوم. الثاني لريال مدريد يسجل بعد مجموعة من التمريرات. مين افتكى لوكاس؟ واحدة من اسينسيو، مارسيلو، وبعد ذلك تحرك من جانب لوكاس، هياها لوكاس هو كريم لنفسه. كارفاخال لوكا مودريتش، بينية خطيرة، فرصة للثالث وكورة عند تير شتيجن خطيرة جدا لمصلحة. تصل عند كريم بنزيما، محاولة كريم اختراق الدفاع، يلعب كورة عدت خطيرة من كريم، لكنها في الأخير إلى ضربة مرمى لتير شتيجن. بنزيما ارتفعت معنوياته بعد الهدف. بنزيما كرة خطيرة جدا بعد الهدف الثاني. اليوم هنالك رقابة لصيقة جدا من جانب صاحب الرقم 23 كوفازيتش. انتهى كل شيء سيداتي وسادتي في الشوط الأول من هذه المباراة الكبيرة لريال مدريد، المباراة المتواضعة لبرشلونة على مستوى الشوط الأول. لم ينتهي كل شيء، ولكن شوط واحد انتهى خجول جدا في شوط المباراة الأول. هذا ما حدث في الشوط الأول. ننتظر وإياكم ما يمكن أن يحدث في شوط المباراة الثاني مع حكم مباراة سانشيز مارتينيز الذي يستعد لإطلاق صافرته، معلنا بداية شوط المباراة الثاني من هنا. هذه خطيرة داخل منطقة الجزاء، فرصة لسواريز، يلعب كرة عرضية ونافاس يصل للكرة قبل أن تصل لمهاجمي برشلونة. المباراة رقم 100. بيكي يخرج الآن، يصل عند ليو محاولة داخل منطقة الجزاء وكرة، يا إلهي عادت من عارضة برنابيو كرة ليو. لمسة تصل بعد ذلك بينية يقرأها عناصر ريال مدريد، راموس يلعبها لمارسيلو، بينية اسينسيو لكريم بنزيما داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة جدا من جانب كريم بنزيما، تحولت إلى ركنية. خطر يأتي من كل مكان، لكن يا جماعة شوفوا لمسة اسينسيو، شوفوا نغمة اسينسيو، شوفوا كرة اسينسيو. بيرتو خطيرة للبارسا، الكرة العرضية، الدفاع يتدخل، الكرة للويزيت، اسينسيو عدى، اسينسيو يلعب كرة ليو محاصر، ضغط من جانب راموس، خطأ على سيرخيو راموس، خطأ على سيرخيو راموس. تدخل في اللقطة الماضية، تغيير يتم، كوفازيتش سيترك مكانه. يولد نجم كبير في كلاسيكو. هذا اليسرى خطير عند جوردي، البا يلعب الكرة الأرضية لسيرجيو، عدت أمام روبرتو، أمام سيرجي روبرتو. خطيرة جدا للبارسا، خطيرة حتى في ظل يومها الصعب بالنسبة لبرشلونة. لمسة سيبيدو على الجهة اليمنى، تدخل وخطأ على راموس، خطأ على أكثر اللاعبين حصولا على إنذارات في تاريخ آسف ليس الموسم الماضي، دائما في برشلونة. الكرة ثابتة عند اليوم، محاولة لبرشلونة من أجل تحسين الصورة في هذه المباراة، عرضية مرت بالرأس لكنها عدت، وفي الأخير إلى ضربة مرمى، ضاعت وضربة مرمى للريال. الكرة الخطيرة جدا من جانب لويسيتو من لويس سواريز، ذكية من جهة خطيرة لمصلحة البارسا، أمام داني يلعبها لسيرجي روبرتو، وكورة في توقيت رائع أمام سيرجي، بس يلعب كورة ولويزيتو بالراس، يا إلهي أي سوء حظ هذا، حتى انتهى الحظ ضدنا اليوم، غير معقول يا بارسا. لسان حالهم اليوم بالتأكيد في أسوأ أحوالهم، وأيضا غير محظوظين بصراحة. هذه فرصة هدف محققة ضاعت على برشلونة بالراس. سواريز القائم تحرك ليمنعها، جوميز يترك مكانه. فرق محظوظة بلا ضاعت من البارسا. عودة مرة أخرى، هذه كرة بعيدة 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 وإلى ضربة مرمى، بعيدة وضربة مرمى يا ليو، بعيدة وضربة مرمى من ليو. لاعب اسباني، والدته قالت سأسميه ماركو، أريده أن يصبح لاعبا كبيرا مثل فان باستن. الحرامي يترك الملعب، حرامي لأن بينية خطيرة ولكن فيها تسلل على سواريز، تسلل على سواريز، وبعد ذلك الكرة لمصلحة ريال مدريد.
سواريز اقتنع أن الأمور أصبحت محسومة. يعلم القرار عندما يرجع. لماذا فرط تيوب؟ تمريرة لرندي هرنانديز عرضية داخل منطقة الجزاء لكنها تمر. يا يونايتد خطيرة لمصلحة البارسا داخل منطقة الجزاء وكرة، لكن أيضا تدخل وإبعادها إلى ركنية من جانب قيصر الميرينجي سيرخيو راموس. يا لها من فترة صعبة يا ميسي، يا له من يوم سيء يا برشلونة، يا له من يوم للنسيان، يا لها من حسرة، من خيبة أمل. لماذا أصبحنا هكذا؟ جلد. هل أننا لحاجة لتغيير الإدارة؟ هل أننا في حاجة إلى تغيير أشياء كثيرة؟ ما الذي يجري؟ ما الذي يحدث؟ برشلونة ما الذي يجري؟ من هذا الذي يلعب مع ريال مدريد؟ تيوب يلعبها لهرنانديز داخل منطقة الجزاء، مرور أجمل، عرضية، فرصة خطيرة ومارسيلو. يا إلهي، ضاعت من ريال مدريد. خمت اليوم يلعب الكوب، انتهى كل شيء. سيداتي وسادتي، ريال مدريد يتوج بالسوبر الإسباني، يجدد الانتصار على برشلونة بعد 3 أهداف مقابل هدف في الكامب ناو. اليوم هدفين دون رد في سانتياغو برنابيو لينهي كل شيء. كلاسيكو أبيض ملكي مثير بعرض كبير وبمستوى عالي مع الكابتن مدحت شلبي وفهد العتيبي. فإلى هناك مراسم التتويج وكأس السوبر، كأس السوبر الإسباني، كلاسيكو الأرض، كلاسيكو السوبر الإسباني العاشرة على مستوى السوبر الإسباني هذا اليوم أمام برشلونة في الكلاسيكو. وبطبيعة الحال يوم كبير آخر يتوج فيه ريال مدريد ببطولة جديدة مع مدربه زين الدين زيدان، يحقق اللقب العاشر بعد الأولى 88 أو 988.